السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أصدقاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم يحكى أن، مع حكاية شيقة وممتعة ومفيدة. بها الدروس والعبر، عنوانها هو حبل الكذب قصير، وتدور أحداثها بعيدا عن الإنسان، في مملكة الحيوان، بغابة بعيدة، مليئة بالأشجار الوارفة، والأنهار الجارية. وبالطبع أنواع من الحيوانات. كل أنواع الحيوانات والنباتات. كان من بين الحيوانات غراب، هذا الغراب كان لونه أسود، ولديه صوت مزعج جدا، والكل ينزعج من هذا الصوت، لأنه يصرخ في الصباح، ويصرخ أيضا في الليل. فكان مصدر إزعاج للجميع، لذا كانت كل الحيوانات تكرهه. وتحاول الابتعاد عنه. ومع طول المدة شعر صديقنا الغراب بالضيق، وقال أن عليه التصرف. يجب عليه أن يجد حلا لهذه المشكلة. حسنا، كيف يتصرف؟ ما رأيكم يا أصدقاء؟ للأسف لم يفعل ما تفكرون فيه، لابد أنكم فكرتم في صوته، وأنه يجب أن يخفضه أو يجد له حلا، ولا يزعج الحيوانات. لكن للأسف هو لم يفكر في ذلك، بل قرر شيئا غريبا، قرر أن يخدع جميع الحيوانات ويقوم بتغيير لونه الأسود إلى اللون الأصفر الذهبي. وبالفعل أحضر الفرشاة وقام بدهن نفسه، ومرر الفرشاة على كل ريشه، حتى صبغ نفسه بالأصفر. ولما رأى نفسه في المرآة وقد تغير لونه فرح وصار يتنقل من شجرة إلى شجرة، وهو سعيد بهذا اللون الذهبي، وبدأ يوهم الحيوانات بأنه طائر غريب قادم من بلاد بعيدة، لكن طيور الغابة عرفته وأنكرت عليه ذلك، حيث قالت: من يدعي غير الحقيقة ويقوم بتغيير شكله، فهو كذاب. ونحن لا نحب الكذابين. كما أن حبل الكذب قصير. وسيوقعك في مشكلة. لم يهتم الغراب بكلامهم، بل واصل في كذبه وخداعه، وكأن شيئا لم يكن، فانصرفت الطيور عنه، وتركته وحيدا. لكنه في البداية لم يهتم، وواصل فيما يقوم به، حتى مرت الأيام، وشعر فعلا بالوحدة وابتعاد أصدقائه الطيور منه، فأصبح لا يعرف ماذا يفعل. وكان ينتقل بين الأشجار. لكن هذه المرة وهو حزين. ترى كيف يتصرف صديقنا الغراب؟ وما الذي قرر أن يفعله؟ سنعرف كل ذلك يا أصدقائنا، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا. فاصل ونواصل. مرحبا بكم يا أصدقاء. عدنا لكم بعد الفاصل القصير، مع حكاية اليوم، والتي هي بعنوان حبل الكذب قصير، مع صديقنا الغراب صاحب اللون الأسود والصوت البشع والمزعج، حيث قام بتغيير لونه إلى الأصفر الذهبي، حتى لا تعرفه الحيوانات، لكن أصدقائه الطيور عرفوه وغضبوا منه لأنه كذب عليهم، فابتعدوا عنه وتركوه وحيدا، فحط على شجرة وهو حزين ومستاء وقد اكتشف أنه أخطأ في غشه وكذبه، على إخوانه الطيور، ولم يعرف ماذا يفعل أو كيف يتصرف. ولكن وبعد مدة قصيرة جاءه الثعلب المكار، والذي كان يراقب من بعيد، فقال: من أنت أيها الغراب الجميل؟ لم أرى مثل جمالك سابقا، ولا بد أنك من بلاد بعيدة. أيضا لماذا أنت حزين ووحيد؟ لم يتمالك الغراب نفسه، وبعد أن حس بالذنب قليلا إلا أنه عاد إلى الكذب، حيث قال: رغم قدومي إلى هذه الغابة، من بلاد بعيدة، إلا أن الطيور لم تستقبلني، وتتعامل معي بصورة جيدة، فلا بد أنها غارت مني، بسبب لوني الأصفر الذهبي، وأيضا بسبب جمال صوتي. نظر الثعلب المكار إليه وأضاف بخبث:
نعم نعم، كلامك صحيح. لابد أنها غارت منك. ومن صوتك العذب. وأضاف: لكن لم تخبرني. أيها الطائر الجميل، من أنت؟ نفش الغراب ريشه وتحرك في دهو وعظمة، بين الفروع والأغصان، ثم قال للثعلب: ألم تعرفني؟ أنا الكناري، صاحب اللون الذهبي. وصوتي من أجمل الأصوات. فاحتال عليه الثعلب، وقال له: لا، لست الكناري. استغرب الغراب وقال: كيف ذلك؟ رد الثعلب: الكناري صديقي، وهو حين يراني يقترب مني بل يقف فوق أنفي. ويقوم بالسلام علي. نظر الغراب إلى الثعلب قليلا، وقرر أن يثبت له أنه الكناري، فنزل عن الشجرة واقترب من الثعلب وحط فوق أنف الثعلب، الذي كان يراقب هذا الأمر، وينظر بطرف عينه إلى الغراب، كما لو أن الأمر لا يهمه. وما كاد أن يقترب الغراب من أنف الثعلب حتى فتح الثعلب فمه وأمسك بالغراب المسكين. وقال له: أخيرا مسكت بك، أيها الغراب المزعج صاحب الصوت العالي الذي يزعجنا في كل وقت. ولا يدعنا ننام بهدوء. حاول الغراب النجاة من المصيدة، ولكن بدون فائدة، وحاول أيضا أن يقنع الثعلب بأنني مجرد غراب، وقد دهنت نفسي باللون الأصفر. لكن الثعلب لم يستمع له. فعرف صديقنا الغراب أن حبل الكذب قصير، وعاقبته ليست جيدة، انتهت الحكاية يا أصدقاء، لكنها كانت مليئة بالدروس والعبر. سنقول بعضها ونترك لكم البقية. فعلى المسلم ألا يكذب، فالكذب من صفات المنافقين، كما أن من كذب مرة عليه ألا يتمادى في كذبه، فالعاقبة لن تكون جيدة، كما حدث للغراب، الذي نصحوه أصدقاؤه لكنه لم يستمع لهم، بل تمادى في كذبه. كما أن على المسلم الرضا بشكله الذي خلقه به الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما يقسم الأرزاق يقسم كل شيء من الغنى ومن الجمال والذكاء ومن القوة والجسم. حسنا يا أصدقاء، ماذا عنكم؟ ما الذي استفدتموه من الحكاية؟ أرسلوا لنا عبر هاتفنا الظاهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.